مساءكم سعيد أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في درس جديد من الدروس التي نقوم بشرحها استعدادا لمباراة المتصرفين من الدرجة الثالثة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله وفي هذا الدرس غنشوفوا تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية اللي جات به وزارة الاقتصاد والمالية. إذن أولا لدينا تعميم الحماية الاجتماعية، الإطار المرجعي ديالها هو مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بتاريخ 9 أكتوبر 2020 بمناسبة افتتاح السنة التشريعية. بالتالي فهذا هو المرجع القانوني ديال هذا الورش ديال الحماية الاجتماعية. إذن الخطاب الملكي السامي أو هذا المقتطف جاء فيه: لذلك دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق يرتكز على 4 مكونات أساسية. إذن هذا الورش ديال الحماية الاجتماعية كيرتكز لنا على 4 ديال المكونات. عقلوا على هاد 4 المكونات، ربما يجيكم شي سؤال في الامتحان. لدينا أولا تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أجل أقصاه نهاية 2022، بمعنى أن التغطية الصحية الإجبارية خصها تشمل جميع المغاربة في أجل أقصى نهاية 2022 لصالح 22 مليون مستفيد إضافي. إذن 22 مليون مستفيد اللي خصها. الأرقام راه مهمة جدا، ملي تبقاو تصنتوا الفيديو دائما تكون عندكم واحد المذكرة وقلم، بقى دير بوز وأي رقم كتبوا، لأنه هاد الامتحانات ديال الكيسيم كيعتمدوا على داكشي دقيق، إما تواريخ إما إحصائيات أرقام إلى غير ذلك. بالتالي يعني نهاية 2022 غادي تتم التغطية الصحية الإجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء أو الاستشفاء والعلاج. هذا المكون الأول. ثانيا تعميم تعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها 3 ملايين أسرة. لاحظوا معايا ثانيا فيها تعميم التعويضات العائلية، غتشمل لنا شحال؟ 7 ديال الملايين، 7 ديال الملايين ديال الأطفال، وماشي جميع الأطفال، وإنما الأطفال في سن الدراسة، بمعنى هذوك الأطفال اللي وصلوا لسن التمدرس. تستفيد منها 3 ملايين أسرة، يعني غتستافد منها 3 ديال المليون ديال الأسر المغربية. هذا المكون الثاني. ثالثا توسيع الانخراط في نظام التقاعد. إذن غيولي توسع الخريطة ديال الانخراط في نظام التقاعد، بما أن دوك الناس غيستافدوا كتولي واحد الانخراط ديالهم، واحد المساهمة. حوالي 5 ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش. إذن دوك الناس اللي تيديروا واحد العمل وكيستافدوش من واحد المعاش، بما أنه ما عندهمش واحد التقاعد، بالتالي فهما غيوليو يستافدوا من التقاعد من خلال الانخراط ديالهم في نظام ديال التقاعد. رابعا تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار، بمعنى أي مغربي عنده واحد العمل قار، إذن كتولي عنده استفادة ديال التأمين على التعويض على فقدان الشغل. إلا وقعت له واحد الحادثة شغل مثلا، واحد الأكسيدو ولا أي حاجة، ويستحيل عليه أن يتمم العمل، تنتعرض لواحد البطر في واحد الأسبوع ديالو
ولا المهم تعرض لشي حادثة اللي كتحول دون أن يستطيع العمل من جديد. بالتالي فهو كيستافد لنا من التأمين على هاد فقدان الشغل. يعني هاد الشغل اللي غيفقد هاد الخدمة ديالو غادي يستافد من واحد التأمين، من واحد لاسيرونس يكون عنده غادي يعوضو. اذا هذا هو المقتطف ديال الخطاب السامي ديال جلالة الملك، هو الإطار المرجعي اللي تبنى عليه تنزيل الورش ديال الحماية الاجتماعية. نمر الآن إلى محاور العرض. كما تلاحظون معي لدينا محاور هذا العرض تتمثل فيما يلي. لدينا أولا تعميم الحماية الاجتماعية، فيها الأهداف، فيها المكونات والبرمجة الزمنية والتمويل. ثانيا تنزيل تعميم الحماية الاجتماعية على المستوى القانوني والتمويل والحكامة. ثالثا تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المستوى القانوني، يعني من الناحية القانونية ومن ناحية الانخراط وإصلاح المنظومة الصحية. إذن لدينا أولا الأهداف والمكونات والبرمجة الزمنية. إذن لاحظوا معي لدينا من سنة 2021 حتى سنة 2022 شنو هو المخطط لا يكون؟ هو تعميم التغطية الصحية الإجبارية لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي. أنا ما أظن هذا السؤال طرح في الامتحان ديال المتصرفين اللي كان في 8 يناير سنة 2023. إذا نعقلوا على هذه. إلا جاكم شي سؤال قال لك مثلا 2021 2022 شحال هاد التغطية الصحية الإجبارية شحال شملتنا ديال النسمة ديال المستفيدين. إذا تعميم التغطية الصحية الإجبارية شملت لنا 22 مليون مستفيد إضافي. الولوج إلى التأمين الأساسي على المرض والذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج. يعني 21 22 مليون مستفيد إضافي. نمشيو ل 23 سنة 2023 24. شنو هو المخطط اللي كاين؟ تعميم التعويضات العائلية، يعني هي تزرع التعويضات العائلية غتشمل لنا حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس. يلا لاحظتوا كاع هاد الشرح ديال هاد المحاور راه هو داك المقتطف اللي قريت لكم في الاول ديال الخطاب الملكي السامي. بالتالي فهو كان هو المنطلق، هو المرجع القانوني ديال تنزيل هاد الورش. اذا 2023 24 قلنا تعميم التعويضات العائلية غتشمل لنا 7 ملايين طفل في سن التمدرس. نمشيو لسنة 2025. سنة 2025 توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد غتشمل لنا 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تقاعد. تنقولوا الساكنة النشيطة بمعنى هم الفئة ديال الشباب النشيطة القادرين على العمل. 5 ديال الملايين ديال مغربي من الساكنة النشيطة. كذلك تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل النسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار. كيف ما قلت لكم في المنطلق الأول داك المقتطف أن غتشمل لنا أي واحد عنده واحد العمل قار، يتوفر على واحد العمل قار، غادي يستفد لنا من التعويض عن فقدان الشغل إلى قدر الله المرض أو شي حادثة أو فقد الشغل ديالو، يكون عنده واحد التأمين ديال فقدان الشغل. نمشيو الآن المحور ديال التمويل. إذا التمويل تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية تقدرت لنا ب51 مليار ديال الدرهم. سجلوا عندكم هذه مهمة، يقدر يجيكم شي سؤال يقول لك تقدر تعميم أو تكلفة تعميم الحماية الاجتماعية ويعطيكم أرقام. يقدر يعطيكم مثلا 50 51 52 53 يقول لكم شنو هو الجواب اللي صحيح. إذا التمويل ديال تعميم هذه الحماية الاجتماعية تقدرت ب51 مليون ديال الدرهم وانقسمت لنا لجوج. هذا السؤال جا في الامتحان ديال 8 يناير 2023. قال لنا شنو هما كم من آلية ارتكزت عليها الحماية الاجتماعية. واش آليتين؟ غتلقاو هذا السؤال ما عقلتش على الرقم ديالو،
ورامي غندير معكم التصحيح ديال الامتحان، راه غادي نذكركم به. واش قال لك واش اليتين ولا 3 ولا 4 ولا 5؟ اذا لاحظوا معايا هناك هاد التكلفه ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه ديال 51 مليار ديال الدرهم انقسمت لنا لجوج ديال الاليات. لدينا الاليه الاولى اليه قائمه على الاشتراك، خاصه بالاشتراك، كتقدر ب 28 مليار ديال الدرهم. والآلية الثانية آلية قائمة على التضامن، تقدرت لنا ب 23 مليار ديال الدرهم. ولا جمعنا 28 و 23 مليار ديال الدرهم غنلقاو في المجموع غنلقاو 51 مليار. إذا هاد الآلية قائمة على الاشتراك ديال 28 مليار ديال الدرهم شنو شملت لنا؟ كتشمل لنا التأمين الإجباري الأساسي يعني المرض فيه 5 مليار ديال الدرهم، وفيه التعويضات العائلية شملت لنا 5 مليار ديال الدرهم، وفيه التقاعد شمل لنا 17 مليار ديال الدرهم، والتعويض عن فقدان الشغل تعويض عن فقدان الشغل شمل لنا 1 مليار ديال الدرهم. اذا الا جمعتوا 5 و5 و17 و1 تعطيكم 28 مليار ديال الدرهم. هذا بالنسبه للآلية الاولى متمثله في الاشتراك. نمشيو للآلية الثانيه المتمثله في التضامن اللي هي 23 مليار ديال الدرهم. فين غتنفق؟ اولا التأمين الإجباري الأساسي يعني المرض تنفقات عليه 9 مليار ديال الدرهم، والتعويضات العائلية 14 مليار ديال الدرهم. إذا إلا جمعتوا هاد الأرقام غادي تلقاو 9 و 14 تلقاو 23 مليار ديال الدرهم. إذا نستمر دائما في التمويل. هنا يعتمد تمويل هذا الإصلاح على آليتين هما اللي هضرنا عليهم. قلنا آلية قائمة على الاشتراك 28 مليار ديال الدرهم بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية. فين كتمثل لنا في الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، هذه أولا. وثانيا الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية. إذن كيف ما كتشوفوا هنا الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بمعنى دوك النصوص اللي كي تطبق على هذه الاشتراكات هذه. وهنايا عندنا الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة، يعني جميع هذوك الواجبات التكميلية كتفرضها الدولة على جميع الفئات المهنية، أي الفئات، جميع الفئات أو الشرائح المهنية في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة اللي كيساهموا بها باش يأديو لنا واحد الاشتراكات اجتماعية باش كيساهموا في هذا الوسط ديال الحماية الاجتماعية. لدينا الآلية الثانية وهي آلية قائمة على التضامن اللي قلنا 23 مليار ديال الدرهم بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل. يعني علاش سميناها التضامن؟ بمعنى أنها الناس اللي ما كيقدروش، أنهم ما عندهمش القدرة أنهم يساهموا في هاد الورش ديال التغطية الاجتماعية أو في هاد التمويل. إذن هنا شكون اللي كيتضامن معاهم او شكون اللي كيخلص عليهم هاد المبالغ؟ عندنا المخصصات الماليه من ميزانيه الدوله، يعني الدوله كتخرج واحد الميزانيه، وعندنا العائدات الضريبيه المخصصه لتمويل الحمايه الاجتماعيه، وعندنا جميع الموارد الاخرى التي يمكن ان ترصد بموجب نصوص تشريعيه او تنظيميه خاصه. اذا هاد الفئه اللي قلنا التضامن اللي ما كتستطيعش انها تخلص، يعني راها كتخلص عليها الميزانية ديال الدولة والضرائب وكذلك الموارد الأخرى اللي كترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمة خاصة. يعني كيخرج أي واحد النصوص، واحد النص قانوني ولا واحد المرسوم ولا واحد كذلك نص تنظيمي اللي كيبين لنا كيفية رصد هذه الموارد المالية. لدينا على المستوى القانوني إخراج القانون الإطار رقم 21/19 أو 21/09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وراه درت لكم واحد لا فيديو في القناة، رجعوا ليه شوفوه، راه فيه مجموعة من المعطيات مهمة. إذا المرجع القانوني ديال هاد الحماية الاجتماعية هو هاد القانون الإطار ديال 21/09، هو اللي كيتعلق بهاد الحماية وفيه مجموعة من المعطيات.
إذا لدينا 11 فبراير 2021 تم المصادقة على القانون الإطار بالمجلس الوزاري. عقلوا على التواريخ بزاف، عقلوا عليهم راه مهمين. 11 فبراير 2021 اولا تم المصادقة على القانون الإطار بالمجلس الوزاري، لا تصادق عليه. 23 مارس 2021 التصويت بالإجماع من قبل البرلمان بمجلسيه على القانون الإطار، بمعنى صوتوا عليه بالإجماع سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين بالإجماع على هذا القانون هذا. 5 أبريل 2021 نشر القانون الإطار بالجريدة الرسمية، وعقلوا على التاريخ ديال بزاف، عقلوا عليه. 5 أبريل 2021 مهم، نشر قانون الإطار بالجريدة الرسمية. يقدر يقول لكم مثلا متى تم نشر قانون الإطار 21/09 المتعلق بالحماية الاجتماعية بالجريدة الرسمية، هو 5 أبريل 2021. واللي يقدر يعطيكم غير السنة، لا عطاكم غير السنة ديال 21، عطاكم التاريخ، عقلوا على 5 أبريل. كذلك إحداث ملائمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة في إطار قانوني المالية لسنة 2021 و 2022. قانون المالية 2021 بعد عام واحد من تطبيق هذا النظام الجديد تبين أن الخاضعين للضريبة يجدون صعوبات في تطبيق معامل الهامش الموافق لنشاطهم. هنا هي وقانون المالية كذلك 2022، يعني 21 و 22. إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة ليحل محل نظام الربح الجزافي. يسمح هذا النظام الجديد للخاضعين للضريبة بتحديد الأساس المفروض عليه الضريبة وأداء الضريبة المطابقة بطريقة تلقائية، وذلك بتطبيق معامل محدد لكل مهنة وفق الجدول الملحق بالمدونة العامة للضرائب على رقم الأعمال المحقق. تحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة الجديد لا سيما فيما يخص قواعد تصفيته. عندنا مراجعة معاملات الهامش المطبقة على رقم الأعمال المصرح به عبر تجميع الأنشطة ذات نفس الطبيعة، وتوضيح كيفية فرض الضريبة على الدخل المهني المحدد وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة في حالة مزاولة خاضع للضريبة لعدة أنشطة. كتلاحظوا كاين شي معلومات ما مهماش، ما كنبغيش نوقف عليها بزاف لان الفيديو غيكون طويل، وبالتالي كنحاول نشرح المهمه، الاشياء اللي هي مهمه واللي كتضمن احصائيات وارقام اللي هي اللي تقدر تكون في الامتحان. ادراج تمويل الحمايه الاجتماعيه ضمن صندوق دعم الحمايه الاجتماعيه والتماسك الاجتماعي. تعبئه التمويل اللازم لتنزيل الاصلاح عبر تخصيص موارد جديده في اطار قانوني الماليه لسنتي 2021 2022. إذن لاحظوا معايا هاد السنة ديال 2021 2022 عندنا المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل. 2021 شملت لنا 4 مليار ديال الدرهم، و 2022 5.6 مليار ديال الدرهم. هاد الأرقام مهمة، حاولوا ما أمكن تسجلوها. لدينا الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على إطارات المطاطية 204 مليون درهم 2021 و 200 مليون درهم سنة 2022. الضريبة الداخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض التجهيزات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، إذا 2021 غير موجودة، و 2022 500 مليون درهم. ولدينا الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء، سنة 2021 غير مذكورة، وسنة 2022 150 مليون درهم. الآن نمر إلى المكون الثالث، وهو كما ذكرت لكم في الأول ذكر المكونات الأربعة اللي هضرنا عليهم أو نسميهم محور. أو عندنا أول مبدأ هو على المستوى الحكامة. إذا مرسوم رقم 2.21.532. عقلوا على هذا المرسوم كيتعلق لنا بالحكامة. إذا لاحظوا معي لدينا اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية. هذه اللجنة المكلفة بإصلاح منظومة الاجتماعية مناش كترأس؟ يقدر يجيكم شي سؤال يقول لكم مثلا تتألف أو تتكون اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية من الوزير، مثلا رئيس الحكومة، وزير الصحة، كذا وكذا. يعطيك لكم أمثلة. إذن هذه اللجنة هذه ديال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية شكون كيرأسها؟ يرأسها رئيس الحكومة.
كيرأسها رئيس الحكومة السيد عايز أخنوش. وعندنا لجنة تقنية يرأسها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية أو لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. إذن هادو هما اللي كاينين في هاد اللجنة ديال إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، في رئيس الحكومة، وكاين في اللجنة التقنية كيرأسها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. إذن هاتان اللجنتان تجتمعان باستمرار من أجل السهر على التنزيل السريع لهذا الورش المجتمعي. إذن هاد جوج ديال اللجان، اللجنة الوزارية واللجنة التقنية، هما اللجنتان اللتان تسهران على التنزيل السريع لهذا الورش المجتمعي. نمشيو دابا للتوقيع ديال الاتفاقيات. إذن توقيع أمام صاحب الجلالة على 3 اتفاقيات إطار. إذن هاد الاتفاقيات اللي كتعلق بالحماية الاجتماعية، إذن كما تشوفوا معايا تنزيل هنايا تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هذاك عنوان بارز. إذن التوقيع ديال هاد الاتفاقية، هاد الثلاث اتفاقيات إطار. لدينا الاتفاقيات الإطار رقم 1. عقلوا كذلك على هاد الاتفاقيات هادو، عندنا 3 ديال الاتفاقيات. امتى كانوا هاد الاتفاقيات؟ كانوا نهار 14 أبريل 2021. ممكن هاد المعلومات ديروهم نتوما عبارة عن خطاطة وغادي تحفظوهم ان شاء الله. الا جاو في الامتحان راكم غتخدموا مزيان. اذا 14 ابريل 2021 كانت الاتفاقيه الاطار رقم 1 من اجل تعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض لفائده التجار والحرفيين والمهنيين مقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمه المهنيه الموحده او لنظام المقاول الذاتي او لنظام المحاسبه. نظام المحاسبه شنو نقصدو حنا بالمحاسبه؟ المحاسبة يقصد بها تسجيل المعاملات المالية، وهو كذلك جزء من عملية المحاسبة في الأعمال التجارية، تشمل تسجيل المعاملات وعمليات الشراء والمبيعات والإيصالات والمدفوعات من قبل شخص، مثلا فرد كان أو مؤسسة أو شركة. لأن هذا هو المقصود بالنظام ديال المحاسبة. إذا شنو شملتنا الاتفاقية الأولى؟ فيها 800 ألف منخرط. إذا 800 ألف منخرط. نمشيو لاتفاقية الإطار رقم 2. إذا جاءت من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهني الصناعة التقليدية. إذا عرفت لنا 500 ألف منخرط. كذلك اتفاقية الإطار رقم 3 من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين. إذا عندنا 1.6 مليون منخرط. إذا هادو هما 3 ديال اتفاقيات الإطار، عقلوا عليهم مزيان، وكل وحده شحال ديال المنخرط، العدد المنخرط اللي كان فيها. إذا تنزيل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الآن على المستوى القانوني. إذا أولا إصدار القانون رقم 30/21 والقانون رقم 31/21 المعدلين على التوالي للقانون رقم 98/15 والقانون رقم 99/15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. هذه الأولى من الناحية القانونية، إصدار هذه القوانين. ثانيا المصادقة على 14 مراسيم تطبيقية للقانون 98/15 والقانون رقم 99/15 المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. إذا لدينا مهن حرة ومنظمة مثل الأطباء، موثقون إلى غير ذلك. عندنا 53,719 منخرط. عندنا سائقي أو سائقو السيارات الأجرة 144,853 منخرط. الصناع التقليديون 500,000 منخرط. وعندنا الفلاحون 1.6 مليون منخرط. والأشخاص الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة 500,000 منخرط. والتجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة 125,000 منخرط. المحاسبة راه هي اللي قلت لكم قبيله، شرحتها لكم. والمقاولون الذاتيون 348,000 منخرط.
إذا أكثر من 3.2 مليون من العمال غير الأجراء، وعندنا 11 مليون مستفيد بما في ذلك ذوي الحقوق. إذا تنزيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على مستوى الانخراط الآن، بلا هضرنا على المستوى القانوني، دابا على مستوى الانخراط. العمال غير الأجراء الذين انخرطوا في المنظومة، في هذه المنظومة هذه، عندنا أكتوبر 2021. إذا عندنا هنايا 10,045 منخرط، وعندنا فبراير 2022 561,898 منخرط. إذا متوسط السن هو 50 سنة، ومتوسط الدخل هو 0.9 الحد الأدنى للأجور. على مستوى الانخراط دائما، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بلوغ 3.2 مليون منخرط عند نهاية شهر يونيو. إذن لدينا أولا التحسيس والتواصل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كيتجلنا النف أولا في التنزيل خلال الفترة ما بين مارس ويونيو 2022. ثانيا تنظيم حملة مكثفة وأكثر استهدافا لمختلف الفئات من خلال حملات ميدانية، قوافل، لقاءات على مستويين الجهوي والمحلي. ثالثا لقاءات صحفية، كبسولات إعلامية ووسائل رقمية المؤثرون. ورابعا عندنا حملات إعلامية واسعة على التلفاز والإذاعة والصحف. ثانيا عندنا تعبئة مختلف القطاعات الوزارية المعنية من أجل تحسيس وتشجيع انخراط مختلف الفئات في هذا الورش ديال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. توسيع نطاق المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية ليشمل الفئات الهشة والفقيرة والتي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية راميد. إذا هذوك اللي كانوا كيستافدوا من راميد راه ما غاديش يبقاو يستافدوا منه، بمعنى هذا النطاق ديال المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية غيشملنا كاع دوك الفئات الهشة اللي كانوا كيستافدوا من راميد. إذا أولا تعديل القانون رقم 6500 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية بهدف تحويل نظام المساعدة الطبية راميد. إذا شنو هو القانون اللي بدلنا هذا راميد بواحد النظام آخر؟ هو 6500، عقلوا عليها، إلى نظام تأمين صحي إجباري لفائدة الفئات الفقيرة والهشة بسلة علاجات مطابقة لأجراء القطاع الخاص. هنا مسودة المشروع جاهزة يعني، ولكن راه هاد الصدر ديال هاد العرض هذا يعني راه كان قديم، بالتالي راه هذيك المسودة دابا راها تم النشر ديالها. ثانيا الشروع في تحويل بيانات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذا الناس اللي كانوا كيستافدوا من راميد شحال هذه كانوا تابعين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. دابا من تبدل هذا ما بقاش راميد، من جات هاد مدونة التغطية الصحية الأساسية، إذا غادي يوليو تابعين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا سينيسيس. اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تيسير ظروف انخراط مختلف الفئات المعنية واستفادتهم من مزايا التأمين الصحي على المستوى. أولا تطوير النظام المعلوماتي. ثانيا إصلاح المنظومة الصحية. إذا كنديروا تطوير نظام معلوماتي بمعنى اعتماد على الإدارة الرقمية، وإصلاح المنظومة الصحية راهين بالتطور ديال هذا النظام المعلوماتي وديال التكنولوجيا والرقمنة في الإدارة في المنظومة الصحية. لدينا أولا النظام المعلوماتي. إذا تدابير استعجالية، القيام بعمليات تكوينية على مستوى المؤسسات الاستشفائية من أجل التكفل السريع بالعمال غير الأجراء. إذا تولي واحد الدورة تكوينية باش هاد الناس يكون عندهم واحد تكفل سريع بهاد العمال غير الأجراء باش يستافدوا من هاد الخبرة في المجال ديال هادشي ديال النظام المعلوماتي. ثانيا تمكين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من أنظمة الفوترة. لدينا هنايا تطوير نظام معلوماتي مندمج، جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص. ثانيا التتبع الدقيق لكل مريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، وذلك بالاعتماد على مفهوم الملف الطبي. هذا المفهوم الطبي، هذا الملف أو مفهوم الملف الطبي شنو كنقصدوا به؟ الملف الطبي المشترك هو عبارة عن واحد المعلومات ديال داك المريض، هي واحد المعلومات أساسية، وكذلك الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي يستخدمها، وكذلك التشخيصات الأساسية وزياراته السابقة للأطباء. هذا هو المقصود بالملف الطبي المشترك. ثالثا تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
ثانيا إصلاح المنظومة الصحية. إذا تأهيل الموارد البشرية، كنهضروا على الموارد البشرية راه فيها الممرضون، فيها الأطباء، فيها الجراحون، فيها لي بروفيسور اللي كيديروا العمليات الجراحية إلى غير ذلك. إذا هذا تأهيل الموارد البشرية هنا مكونات إصلاح المنظومة الصحية، فيها تأهيل العرض الصحي وفيها تحسين حكامة المنظومة الصحية. تنقول الحكامة بمعنى هو التدبير الرشيد لديك المنظومة. كذلك دائما في إصلاح منظومة الصحية، كذلك في تأهيل الموارد البشرية، عندنا أولا إحداث وظيفة عمومية صحية تعتمد على تحفيز العنصر البشري. ملي تنقولوا تحفيز العنصر البشري، باش نحفزوا العنصر البشري في نظركم؟ إذا الأطباء خص يكون عندهم واحد الأجور معقولة، مفهوم، تكون عندهم واحد ساعات عمل معقولة، كذلك لي زانفيرمي الممرضين إلى غير ذلك. هذا هو التحفيز، يكونوا بريمات إلى غير ذلك، يكونوا تعويضات. وكذلك اعتماد معايير موحده لتدبير الموارد البشريه، تكون واحد المعايير موحده، ماشي واحد خدام في مثلا في الرباط نديروا ليه صالير، وواحد خدام في الجبل نديروا ليه صالير، لا، يكون واحد معايير محدده، كل واحد تكون نفس الصالير، نفس يعني تكون نفس الترقيه، السنوات، يعني غير ذلك، باش ما يكونش واحد التمييز بين هذه الموارد البشريه. ثالثا إحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، ما يكونش واحد التمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص، انه اللي مشى للقطاع الخاص يداوى واللي مشى للقطاع العام يبقى مليوح ولا شي حاجه. لا بالعكس، يكون واحد تكامل بين هاد القطاعين. ماشي مشكله سيدي انت خدام في لوبيطال، مثلا خدام في السويسي ولا خدام في شي مستشفى عمومي، سير خدام في القطاع الخاص، ولكن من تجي القطاع العام كذلك اعطي، وهذاك الانسان اللي تخليه تما ما تخليش غير حيت ما عندوش الفلوس مثلا ولا ما عندوش الامكانيات الماديه، كذلك راه غادي يداوى، وبالتالي يكون واحد التكامل. ما عندناش مشكل القطاع الخاص القطاع العام، مهم الطبيب ولا الممرض فين ما مشى خصو يخدم، اولا يكون عنده ضمير مهني قبل ديك الاجره اللي كياخذ. ثانيا تعزيز الموارد البشريه الصحيه من خلال تسهيل ولوج الاطباء الاجانب لممارسه المهن الطبيه وفق مقتضيات القانون رقم 33/21. اي طبيب بغى يجي عندنا للمغرب نسهلوا معاه الاجراءات، وهذه المساله راه مزيانه، راه دارتها وزاره الصحه مؤخرا، ولات كتجيب الموارد البشريه من الخارج، كذلك يسد الخصائص الموجود لدينا في البلاد. ثانيا الرفع من وتيره تكوين الاطر الطبيه والشبه الطبيه. اذا الرفع من وتيره ديال التكوين، تكون واحد الفورماسيون الاطباء الممرضين، ويكون واحد باش يكون واحد الرفع من المردوديه ديال هذه الموارد البشريه. تاهيل العرض الصحي. اولا تاهيل المؤسسات الصحيه، المؤسسات الصحيه خصهم يتاهلوا، تكون عند فيهم تجهيزات الى غير ذلك، اللي مشى يداوى خصو يلقى باش يداوى. احداث خريطه صحيه جهويه، تكون واحد الخريطه جهويه تحدث، يكون فيها واحد المساواه وواحد العداله في هاد الناس اللي خدامين، ماشي واحد البلاصه كيف ما قلت لكم في واحد الفيديو سابق، بلاصه في المجال الحضاري نصيفطوا لها موارد بشريه، وبلاصه ما فيهاش نخليو سبيطار خوين. اجرأت البرنامج الطبي الجهوي، وكذلك الزاميه احترام مسلك العلاجات. اذا تسريع في تنزيل برنامج تاهيل البنيه التحتيه الصحيه بتخصيص مبلغ 6 ملايير درهم بموجب قانون الماليه سنه 2022. اذا الميزانيه 2022 خصات واحد المبلغ ديال 6 ملايير ديال الدرهم. اولا غندير بناء مراكز استشفائيه جامعيه 1.5 مليار درهم. ثانيا بناء وتاهيل المراكز الاستشفائيه الجهويه والاقليميه، تعاود التهيئه ديالهم 3.4 مليار درهم. ثالثا تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية 500 مليار ديال الدرهم. ورابعا إحداث نظام معلوماتي مندمج 600 مليون ديال الدرهم. لدينا تحسين حكامة المنظومة الصحية، اعتماد حكامة جديدة للمنظومة الصحية، وذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية وهيئة التقنين الصحي. عقلوا على هاد الجوج، مجموعات الصحية الترابية وهيئة التقنين الصحي، هادو كيتمثلوا لنا في تحسين حكامة المنظومة الصحية. إذا بالنسبة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كآخر ما سنقوله هو أنه يشكل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خطوة أولى في مسار تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، مما يتطلب تعبئة وانخراط الجميع. نقول الجميع بمعنى سواء المجتمع المدني، جمعيات، هيئات حكومية، الدولة، الجماعات الترابية إلى غير ذلك، بما في ذلك الفئات المعنية. والحكومة منكبة لاتخاذ جميع التدابير لتنزيل هذا الورش وفق الإطار الزمني الذي حدده صاحب الجلالة حفظه الله. إذن بما في ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير للشروع في تعميم التعويضات العائلية.
لدينا أولا إخراج الإطار القانوني الخاص بالتعويضات العائلية. ثانيا تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، راه هو اللي خدامين عليه دابا الا شفتو كاين الناس كيتسجلوا. وكاين ادماج برامج الدعم الاجتماعي الموجوده حاليا تيسير وكاين عندنا مليون محفظه ودعم الارامل. عقلوا على هادو، يقدر يحطوا لكم بعض المرات في شي كيسيام ولا في الشفوي شنو هما البرامج ديال الدعم الاجتماعي اللي كاينه في المغرب. كاين برنامج تيسير اللي كاين بالنسبه للاباء اللي عندهم الاولاد كيقراو كنتي تخلصوا عليهم. كاين مليون محفظه وكاين دعم ديال الارامل. اذا نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم. ان شاء الله نلتقي في درس قادم، والدرس القادم غالبا ان شاء الله ساصحح فيه الجزء الاول من الامتحان ديال المتصرفين من الدرجه الثالثه المتعلق بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه الذي تم اجراؤه يوم 8 يناير 2023. إلى ذلك الحين شكرا لكم على حسن الاستماع والإنصات. حاولت نزرب شويه باش الفيديو ما يطوالش، ولكن هذا راه موضوع مهم جدا ديال الحماية الاجتماعية، ماشي غير في الصحة. اللي قرا هذا الدرس مزيان وشدو ودار ليه خططات وفهمو، كون اكيد ان الا تحطلو في شي كونكور راه قدر دوزو لي كونكور اخرين، مثلا مواضيع عامه يقدر يجيكم اسئله اللي داز في الكتاب ان شاء الله سهل عليه الله. الشفوي غيتحط اغلبيه كيركزوا على هذا الشيء ديال الحمايه الاجتماعيه وهاد المستجدات هما اللي كاينين، والنموذج التنموي راه مازال ندير لكم عليه واحد لا فيديو، وهاد الحمايه الاجتماعيه الى غير ذلك. وان شاء الله في الفيديو الجاي غندير لكم تصحيح الجزء الاول ديال الامتحان، راني وجدته ان شاء الله غادي نديرو لكم في انتظار انني نكمل الاجزاء الاخرى. الى ذلك الحين شكرا جزيلا لكم، ولا تنسونا بدعمكم ودعائكم لنا. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.